بيان النادي الأهلي بيطالب بخبير أجنبي يمسك لجنة التحكيم المصرية بعد الماتش بتاع الزمالك والبنك الأهلي وبيراميدز وبتروجيت عشان الأخطاء التحكيمية اللي حصلت. طبعا هما المنافسين ليه، يعني إن كان الزمالك أو بيراميدز هما اللي بينافسوا الأهلي. فطبعا لما حصل أخطاء وبيراميدز اتعادل والزمالك كسب في آخر دقيقة فالاهلي ما استناش، يعني انا مش هستنى، ده من اول ماتش لازم احط كارت ارهاب، لازم احط وسيله ضغط على اتحاد الكوره او على المنظومه ان اي باب لو في احتمال اي غلط يحصل الزمالك لازم يتقفل، يعني الباب ما يسابش مفتوح. يعني فمن اول ماتش، طب انت بصيت لاخر دقيقه في الماتش ضربه الجزاء وهي مش ضربه جزاء، عشان بس نكون منصفين، هي مش ضربه جزاء والزمالك اتجامل فيها، او ممكن يكون الحكم غلط، الله اعلم. المهم ان هي مش ضربه جزاء واتحسبت وكسبنا بيها الماتش، دي في اول الدوري. طب انت في اول ماتش احنا لينا ضربه جزاء في الدقيقه 7 بتاعت حسام عبد المجيد ما اتحسبتش، ولا الفار ولا الحكم حسبها ولا الفار قال له تعالى. دي اول حاجه. تاني حاجه، الكره بتاعت عواد، البلن ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا دي فاول، كل الناس قالوا فاول. اتحسبت علينا، ما دي كلها اخطاء تحكيميه كانت ممكن تخلينا انا كسبان الماتش من غير ضربة الجزاء الأخيرة، ومع ذلك حصل اللي حصل والزمالك كسب. فأنت ما استنيتش، يعني على طول بيان من النادي الأهلي بيطالب بسرعة، يعني إيه في معنى إنقاذ الموقف، زي ما يكون مثلا الدوري راح من دلوقتي. لا، هو الدوري ما راحش. خلينا أفكرك، السنة اللي فاتت أنت كسبت بيراميدز وخدت الدوري بماتش بخطأ تحكيمي، البيلين بتاع حسين الشحات. ده استحاله يكون ضربه جزاء، انا ما اعرفش اتحسبت ازاي، بس اتحسبت وخطا وما حدش اتكلم وخدت الدوري. يعني كسبت، تعادلت وجبت جون وخدت الدوري، كان ممكن تتغلب الماتش ده والدوري يروح منك عادي جدا يعني. ومع ذلك ما اتكلمتش ولا طلعت قلت الحكام ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس هي طبعا عشان حاجه حصلت ولو بالخطا لصالح المنافس، فلا، انا هلحقها من دلوقتي، انا ما استناش. الزمالك ما ينفعش ياخد فرصه ولا 1% ان هو يعني يتعمل له حاجه ولو غلط. نقدر نقول يعني هو الخبير الاجنبي حتى لو جه، كده كده بتحصل المشاكل زي السنه اللي فاتت حصلت المشاكل وانتوا اعترضتوا، كل الانديه اعترضت، يعني مش الاهلي بس، ده الاهلي اعترض والزمالك اعترض بس طبعا لما انت لقيت ان الدنيا من اول الدوري لا فيها، هيبقى فيها كده، آه، خلاص انا ما مش هسكت من اول ماتش، يعني لازم ان انا اقفل اي باب ممكن الزمالك مثلا يعني استفاد منه ولو حتى بالخطأ، للاسف يعني.